إزاي نضيف عليها تفاصيل تخلي الكلام مش بس صح، لأ كمان له معنى أعمق وأوضح. يعني مثلا جملة زي دي She reads books بسيطة ومباشرة، بتطبق القاعدة بتاعتنا بالملي. الفعل she، الفعل reads، المفعول books، ما فيهاش أي تعقيد. طيب إيه اللي حصل هنا؟ الموضوع كله إننا ضفنا كلمة صغيرة قوي، English. الكلمة دي وصفت الكتب، فبدل ما هي بتقرأ كتب وخلاص، لأ دي بتقرأ كتب إنجليزية. شوفوا إزاي بكلمة واحدة الجملة بقى ليها معنى أدق، بس التركيبة الأساسية بتاعتنا الفاعل والفعل والمفعول لسه زي ما هي. وممكن نكبرها أكتر كمان. شوفوا هنا She reads English books to improve her vocabulary. هنا إحنا ضفنا ليه هي بتعمل كده، إيه السبب؟ عشان تحسن مفرداتها. الجملة كبرت وبقى فيها معلومات أكتر بكتير. بس لو رجعنا للأصل، الأساس بتاعنا هنلاقيه لسه زي ما هو، محدش لمسه، فاعل فاعل مفعول.